يلا اشتغل يلا اتكلم. كأني كنت في السيب، وكان في ناس قتلوا النبي، بعدين كأني رجعت بالزمن ودافعت عن النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا خير للأمة وانت شفته. الحمد لله. وحلم أمي إن كأنها دخلت الصالة، وكان في الصالة في ناقة وعليها أشياء شعبية على رقبتها. بس. عندك خوات؟ إيه. أكبرهم كم عمرها؟ 27 28. تزوجت ولا ما تزوجت؟ لا ما تزوجت. هذا خاطب لأختك الكبيرة راح تتزوج قريب جدا، تحملونها عفش وتروح. الحمد لله. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. شفت لي رؤية قبل أسبوعين تكررت علي مرتين. قلها. سبحان الله، أنا من سكان المدينة وكأني في مكان يعني ما أدري جهة مسجد قباء، في حي هناك اسمه حي العصبة. والله شفيها قابل للاشتعال. يعني أنت مو بقابل للاشتعال، أنا اللي قابل للاشتعال. الحين أنت بتقول منامك زي الأوادم، ولا بتقعد تفتف كأنك هايلوكس على وشك يغلق البنزين حقها؟ طيب أبشر يا شيخ. صك المنام كله ورا بعض زي ما جابها الشيطان جبالي. طيب عطني إياها زي ما شفته. طيب كأني واقف عند في حي جهة مسجد قباء، وأشوف الجو كأن في شيء زي الصاروخ الكبير كبير 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 بالحيل ويطب في الأرض. تمام. وسبحان الله ويحصل انفجار عظيم، ويجي كلمة تقول البحر يعني انفجر فوق في العالم كله. وانا ما غير افكر بعيالي، وانا يعني كنت في منطقه، وعيال في منطقه في نفس المدينه بس في حي، وانا في حي وابي اروح لعيالي، واحاول اني يعني اقول وين عيالي ابى اروح لهم. ثم بعدها هدى شوي الموج ذا الماء ذا اللي جاء علينا وهذا وش اسمه، ما غير انقز وبحاول اني كأن في شيء جاي وحنا متخوفين منه، بروح اشوف عيالي وين، يعني وين عايشين ميتين يعني زي كذا. هذا قبل 3 أسابيع الرؤية هذه. بس يا شيخ هذه الرؤية هذه. أنا بختصر عليك الرد في كلمتين. هذا شر كفينا وخير تلقينا، وهذا يدل على استقرار أحوال. أسأل الله أن يكون كذلك. ما لك علاقة. فيه رؤية ثانية بس يا شيخ، الله يجزاه خير. هذه أمس تحلمت فيها كأني يعني فيه راكب مركبة طالعة للسماء فوق وسريعة زين، ووصلت فوق مكان زي الجسر فيه يعني حيوانات مفترسة، لكن ما هي مفترسة، يعني زي فهد شو اسمه نمر، وجي حوله وانا خايف. ثم بعدها اجي جنبه وهو ما غير يعني يجي جنبي ويلحس فيه وكأنه أليف. شفتي القطو يوم يلحس فيك ويتلحوس حولك كذا زي كذا، وانا اقول انا فين، في الجنة ولا وين زي كذا. هذا وانتهت الرؤيا. شيء أنت موظف؟ الحمد لله. وظيفة عامة ولا رجال بس؟ لا خاصة، بس يعني قطاع خاص. فيه اختلاط؟ لا الحمد لله ما فيه. طيب أنت تبيع شيء غير عملك؟ تبيع مثلا جوالات، تقصد أشياء، أو تفكر بهذا الأمر، أو تفكر بتجارة معينة؟ صادق. ايه بديت فيها ولا لسه؟ والله أنا عندي تجارة صراحة، لكني منتظر يعني مشروع جايني وش اسمه، ولسه ما بديت، يعني منتظر يجيني وابدأ فيها. طيب ناوي تدخل معك شخص يساعدك في هذا الأمر يوم من الأيام؟ ايوه اكيد. أنت سعودي؟ لا. بتدخل معك شخص من جنسية غير السعودية؟ لا سعودي.
بتدخل سعودي معك؟ ايه. طيب عموما ايا كان سعودي او غيره، الشخص اللي بتدخله معك في تجارتك لازم تكون حريص جدا وحذر من تقربه لك. يعني اللي بيشتغل معك في تجارتك عسى الله يبارك لك، لكن كن على حذر جدا وكن حريص على شغلك وعلى اموالك وعلى رزقك حتى لا تغدر فيه او يؤخذ منك شيء بطريقه فيها تحايل. طيب يا شيخ الله يجزاك خير. استودعك الله. شكرا لك. ومو بس حضرتك. قول. طيب أقول حلمي. يقولي يعني وش تبغين نسوي؟ تكي؟ طيب حلمت إنه في باب في شقتي كأنه كذا قديم وعليه تراب وكنت خايفة أفتحه. عيدي. حلمت إنه في باب في شقتي غريب كذا، يعني أول مرة أشوفه، كأنه كذا مغبر، كنت خايفة أفتح الباب. وبعدين فتحت الباب وطلع سطح كذا وسيع وكبير، واستغربت إنه يعني هذا السطح في شقتي ولي وأنا ما أعرفه قبل. متزوجة؟ أيوة. بعدين لقيت فيه أقاربي ويعني كنت مبسوطة إنه هذا السطح لي، وكنت مستغربة كيف هم يعني يعرفون السطح هذا وجالسين فيه وأنا ما أعرفه. بعدين قاعدين كذا يتقهوون وجلست معاهم وكان الأكل لذيذ. بالعافية. كم صار لك متزوجة؟ ممكن 8-9 سنوات. في شيء بينك وبين زوجك تخافين تفتحين الموضوع معه؟ لا. بعيد عليك عشان تفهميني. في خلاف بينكم او مشكله معينه او انت بخاطر شيء وخايفه تفتحين هذا الموضوع مع زوجك؟ لا أبدا. يا شيخ أنا دايم يذكر علي هذا الحلم، إني أفتح باب في شقتي وألقى غرف ومكان واسع. لا انا اتكلم عن الباب المغبر اللي انت قلتي باب مغبر. إيه. حلم يتكرر هذه البشريه. طيب انت قلتي لي انه في باب مغبر وخفتي تفتحينه بعدين فتحتيه. إيه. بعد ما فتحتيه طلعتي على مكان طيب. هذا يبدو انه انت في خاطر شيء تخافين منه او ما تبغين تصطدمين مع الزوج فيه. لكن لو اصطدمتي معه او ناقشتي فيه، سواء كان طلب تغيير البيت او طلب خلفه او طلب سفر او طلب مرتب معين او زياده فلوس او اي امر وانت خايفه من هذا الشيء، لا اقدمي عليه، لانه اذا اقدمتي عليه بيكون خير. اقدمي على هذا الموضوع ايا كان ناقشي فيه، حتى لو قلتي لي لا هذا تفسيره، ما عندي تفسير اخر. لو رحتي عند كل المفسرين اللي يعرفون التفسير ما راح يقدروا يفسرون غير هذا. طب انا دائما يذكر علي هذا الحلم، اني افتح باب في شقتي والقى يعني غرف ومكان واسع، استغرب يعني وفي نفس الوقت افرح انه يعني شقتي طلعت وسعه وانا ما ادري. وانا ايش قلت لك؟ قلت لك في شيء انت تبغين توصلي له ولكن مش متردده، والباب المغبر هذا اللي عليه غبار هذا شيء انت ما استطعتي تسوين شيء، خايفه من الفتحه ذي. يعني ما استطعتي تطلبين الزوج في امر معين، ما استطعتي تناقشينه في شيء معين، ما استطعتي تطلبينه في شيء فيه امر محدد. بعد ما تقفلي من عندي، ابليس هذا اللي قاعد يقول لك لا، راح تتذكرين انه في شيء تبغين تقولينه لزوجك، راح تقولينه وتتسع عليكم مدارك الحياه. حتى لو كنت تبغين وظيفه او تبغين تنتقلين او في شيء قاعد تبحثين عنه، لكن ما صارحتي فيه او ما ناقشتي فيه. نعم. تمام، يعطيك العافيه. استودعك الله.